السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة. النهاردة هنعمل كب كيك بس في اكواب الشاي الكرتون العادية جدا. بصوا، حلوة قوي وسهلة ولطيفة ولذيذة، وكمان كانت في التسوية تحفة وخرافة. كله بيستغرب ازاي عملت كيك في يعني في الاكواب الكرتون دي. عايزة اقول لكم يا جماعة، طلعت بجد اختراع. تسوية فيها رهيبة. انا بس مش هعمل كمان الكيك ده انا هعمل كمان فيه الكيك الحادق اللي بالجبنة. بس بجد خطير، جربوه وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم. خليكم معايا عشان تعرفوا كل التكات وكل التفاصيل. حلو قوي، مش مكلف، سهل للمدارس. اولادكم ان شاء الله كده ياخدوها معاهم في المدرسه. ولو رايحه الشغل بتاعك كده ممكن تاخدي معاكي كوبايه كده للفطار خفيفه وشيلها خفيف، مش هتعمل معاكي اي مشاكل. تابعوني عشان تعرفوا كل الخطوات وكل التفاصيل. مبدئيا انا عملت 10 اكواب من الكرتون، استخدمت ليهم 3 بيضات. طبعا كل الحاجه اللي هنستخدمها بحراره الغرفه، ما يكونش في اي حاجه في التلاجة. اخدت كده 3 بيضات وحطيت معاهم كيسين من الفانيليا، واخدت المج بتاعنا بتاع الشاي العادي. كل المعايير اللي هنعايرها بمج الشاي العادي بتاعنا. اخدت المج كان 3 ارباعه سكر عادي جدا من بتاع التومين، مش لازم بقى نجيب الحاجات اللي هي الغاليه. سكر التومين هيأدي الغرض وهيمشي. اهم حاجه بقى ان احنا هنضرب البيض مع الفانيليا والسكر كويس جدا جدا لما يبقى الخليط كريمي كده ولونه فاتح. دي خطوه مهمه جدا يا جماعه. هنضيف بقى بنفس المج نص كوبايه من الزيت وكوبايه صغيره من اللبن. حلو كده. وهبتدي برضو اقلب تاني، وهنزل ب3 كوبايات من اللي احنا اشتغلنا بيهم من الدقيق متعدد الاستخدامات، مفيش اي مشكله. عليه كيس بيكنج باودر، وهضرب الخليط كويس قوي واقلبه بحيث ان يبقى ايه قوامه كده كريمي حلو، ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. انا هنا استخدمت دي، ده كان لاول مره الماركه دي اول مره استخدمها، فحسيت ان هي تقيله شويه، لسه عايزه سوائل تاني. طب اعمل ايه؟ جبت كوبايه فيها شويه لبن صغيرين جدا بالمعلقه اللي هي بتاعت الاكل العاديه ديت بتاعتنا، وضفت لها في الاول 3 معالق، ورجعت قلبت تاني. حسيت برضو انها لسه عايزه كمان يعني تبقى سايله كده حاجات بسيطه، فروحت جايه مزوده لها كمان معلقه. وخلاص على كده بقت حلوه يعني. على الكوبايه الصغيره حطيت معاها 4 معالق كمان من اللبن. انت ممكن الدقيق بتاع حضرتك ياخد الكوبايه بس، مفيش مشكله، ممكن ياخد اقل من الكوبايه. على كل نوع دي على حسب امتصاصه للسوائل، خلي بالكم من النقطه دي. شايفين قوامه حلو ازاي؟ كده تمام. تمام. هبتدي بقى ايه، جبت بقى انا ايه الاوريو ده، طبعا اختياري، حابه تضيفي له الاوريو تمام، مش حابه خلاص استبعديه خالص، مفيش مشكله. انا جبت كده 3 اكياس من الاوريو وكسرت كده، يعني خدت كيس ونص كسرته تكسير كده عشوائي، وخليت كيس ونص ايه مصحح زي ما هو. هقول لكم هعمل بيه ايه. كسرتهم زي ما انتم شايفين وضفتهم للخليط بتاع الكيك بتاعي كده وقلبتها. حلو. في الوقت دوت هكون انا مولعه الفرن بتاعي يسخن. انا الفرن عندي درجه حرارته على 200، سبته على الدرجه ديت انه يسخن كويس. جبت صينيه بقى عاديه كده المونيا، ورصيت فيها الاكواب بتاعت الشاي العاديه اللي احنا بناخدها معانا في الرحلات. رصيتها، ما دهنتهاش اي حاجه يا جماعه عشان تبقوا عارفين، ما دهنتهاش اي حاجه. ركزوا في النقطه دي. وبدات احط في الاكواب بتاعتي الخليط بتاع الكيك، بس مش هملاها، يعني النص واقل كمان من النص، يعني حطي اقل من نص الكوبايه. تمام. سيبي مساحه، لان انا طلع عالي معايا في كمان كوبايه كانت عاليه سنه فارت مني في الفرن. هيخش فرن مش ميكروويف. عايزه تعمليه في الميكروويف تمام مفيش مشكله، بس الامانه مش عارفه في الكيك في الميكروويف بياخد وقت قد ايه. انا ظبطته عندي على البوتاجاز بتاعي في الفرن العادي على درجه حراره 200 لمده 30 دقيقه بالظبط، وكانت ممتازه. حطيت بقى الاوريو اللي كان الباقي اللي انتوا شفتوه ده على وش الاكواب بتاعتي كده زينتها، وسبت 2 من غيره. المهم بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده تحفه. حلو. صينيه عاديه ما فيهاش اي حاجه، الكوبايات ما دهنتهاش اي نوع ادام خالص. وحطيت كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، بصوا طالع المنظر عامل ازاي. عايزه اقول لكم تحفه والله بجد يا جماعه، اختراع. الكوبايات دي 3 اختراع، ولا صينيه بقى تلزق ولا تهبط، ولا جنب اتلسع جنب اتحرق جنب استوى وجنب لا خالص، مفيش الكلام ده. الكوبايه هتحطيها بنفس السوى كله درجه واحده، ممتازه ممتازه ممتازه. عايزاكم تجربوها، وعايزاكم تقولوا لي رايكم فيها ايه. متشكره جدا 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 لدعمكم ليا، واعذروني انا اسفه لصوتي لان انا بردانه. انتوا عارفين تغيير الجو بقى، واحنا في اسكندريه هنا ما شاء الله الجو عندنا فله.
المهم جربوها وقولوا رايكم فيها ايه، واتمنى تعجبكم، واستنوني ان شاء الله قريب بنفس الاكواب هعمل لكم كيكه تانية بس بالحادق بقى بالجبن، وان شاء الله هتعجبكم. يلا جربوها وقولي رايكم فيها ايه، ان شاء الله على خير، واتمنى تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، المدارس قربت، افكار جديده هنخترعها. ويلا خليكم معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش اشتراك ولايك وشير، ولو عجبكم الفيديو باذن الله.